أيام قليلة وبيهل علينا شهر رمضان المبارك. في تحليلنا هذا رح نتكلم عن فكرة عميقة جدا، كيف أن الاستعداد لرمضان ممكن يكون أكبر بكتير من مجرد زيادة في العبادات، بل هو تحول داخلي حقيقي يغير كل شيء. لكن يبقى السؤال الأهم اللي يطرحه الأستاذ محمد حجازي: هل رح نستقبل رمضان هذه السنة بنفس حالنا اللي كنا عليه؟ ولا في فرصة حقيقية هالمرة لتغيير جذري؟ هذا هو بالضبط محور حديثنا اليوم. طيب، هذه هي خارطة الطريق لنا. رح نبدأ بالمبدأ، وبعدين نشوف كيف هالمبدأ تجسد في قصة واقعية ومؤثرة، وفي الأخير نستخلص الدروس العملية اللي ممكن كلنا نطبقها. خلونا نتعمق في الفكرة المحورية الأولى. الطرح الأساسي هون هو إنه الفايدة الحقيقية في رمضان ما تجي بس من أداء العبادات، لا، الموضوع أعمق من كده بكثير. مثل ما نشوف هنا الفرق جوهري. النهج الأول اللي فيه الشخص يدور في حلقة مفرغة، عبادات مع إصرار على الذنوب، هذا ممكن يخليه يطلع من رمضان مثل ما دخله. لكن النهج الثاني اللي يجمع بين العبادة الصادقة وقرار حاسم بترك المعاصي هو اللي يفتح أبواب التغيير، لأنه الإصرار على الذنب هذا بحد ذاته ممكن يكون سبب في حرمان الإنسان من الرزق والبركات. وهذا الاقتباس يوضح الفكرة بكل قوة. الأولوية القصوى مثل ما هو واضح هي لتطهير النفس من الذنوب. هذا هو الأساس الذي تنبني عليه كل الأعمال عشان تؤتي ثمارها. والآن نجي للمبدأ الأساسي اللي يفتح أبواب العطاء الإلهي، يعني ثمار الاستغفار والعبادة ما تتحقق إلا بشرط أساسي ومهم، وهو ترك اللي يغضب الله سبحانه وتعالى. القاعدة واضحة ومستمدة من قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير لازم يبدأ من الداخل. الاستمرار في الأفعال الخاطئة كأنه يبني جداراً يمنع وصول الخير والبركات. وعشان نوضح هذه المبادئ بشكل عملي وملموس، خلونا ننتقل لقصة ملهمة جداً، قصة زهراء، شهادة حية لكيف ممكن الحياة تتغير بالكامل لما نطبق هذا المنهج. حياة زهراء مثل ما ترويها بنفسها كانت عبارة عن سلسلة من الصعوبات، ديون متراكمة، قلق ما ينتهي، وحتى العبادات كانت تحسها ثقيلة على قلبها. كانت في حالة من الضياع والهم اللي أثر على صحتها النفسية والجسدية بشكل كبير. لكن في لحظة معينة جت نقطة التحول، كانت مثل الشرارة في وسط الظلام لما شافت بالصدفة مقطع فيديو للأستاذ محمد حجازي. هذا المقطع ما كان مجرد فيديو عادي، لا، كان رسالة أشعلت فيها همة جديدة وقادتها لطريق ما كانت تعرفه من قبل، طريق الاستغفار بصدق وإخلاص. هذا الخط الزمني يورينا رحلتها المذهلة. نشوف سنوات من التقلب والمحاولات، وبعدين فجأة في ديسمبر 2023 تكتشف مفتاح التغيير. وفي فترة قصيرة جدا بعدها، خلال 2024، صار التحول الكبير اللي غير كل شيء في حياتها. التزامها كان شيء مذهل. بعد ما بدأت بآلاف قليلة، حطت لنفسها حد أدنى ما تنزل عنه أبداً، وهو 30,000 استغفار في اليوم، مع مجاهدة ومثابرة على هذا الرقم. والآن نجي للقسم الخامس، الثمار اللي ما تنعد. خلونا نشوف إيش اللي صار بعد هذا الالتزام المذهل. النتائج اللي ترويها زهراء ما كانت مادية وبس، بل شملت كل جوانب حياتها. قائمة النتائج هذه مدهشة، من راحة نفسية ما حست فيها من قبل إلى بركة ملموسة في رزقهم، وتحولت العبادات من حمل ثقيل إلى متعة خفيفة. كل هذا تحقق بفضل الله، ثم بفضل التوبة الصادقة وملازمة الاستغفار. وهذه الشريحة تلخص التحول بوضوح عجيب. شوفوا الفرق الهائل بين الحالتين، من حياة مليانة بالتوتر والضيق المالي إلى حياة يسودها السلام والبركة والنشاط. تحول كامل 180 درجة. في هذا الاقتباس زهراء تعبر عن دهشتها من قوة اللي اكتشفته. شعورها بأنها لقت كنز ثمين يوضح لنا مدى التأثير العميق اللي سواه هذا التغيير في حياتها. حسناً، بعد هذه القصة الملهمة نوصل للسؤال الأهم: كيف ممكن نستفيد من هذه التجربة؟ كيف ممكن نخلي رمضان الجاي نقطة تحول حقيقية في حياتنا؟ الخطوات العملية واضحة ومستخلصة من كلام الأستاذ حجازي وقصة زهراء. البداية تكون بتوبة صادقة، بعدها المداومة على الاستغفار والعمل على تحسين الأخلاق والمعاملات عشان تكتمل الصورة.
لأن الدين مو بس عبادة، الدين معاملة وأخلاق. والنقطة الحاسمة هي هذه: الموضوع ما يتعلق فقط باللي نسويه من عبادات، بل باللي نتوقف عن فعله من ذنوب. إزالة هذه العوائق هو اللي يسمح لنور الطاعة إنه يشرق في القلب وفي الحياة. ومع قرب الشهر الفضيل يبقى هذا السؤال للتفكر: إيش هو ذاك الذنب أو تلك العادة اللي لو تم تركها بصدق ممكن تكون هي المفتاح لرمضان مختلف تماماً، رمضان يغير المقادير ويفتح أبواب الخير اللي ما كانت في الحسبان؟